الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء المتجدد والذي يدخل في إطار قضايا وآراء. لقاء اليوم سنخصصه للحديث عن القمة العربية التي عقدت مؤخرا في فاتح نوفمبر 1 و 2 نوفمبر في العاصمة الجزائرية، والتي رفعت شعار لم الشمل. غنتناول هذا الموضوع من 3 جوانب. الجانب الأول هو هل الجزائر فعلا كانت مؤهلة للم الشمل العربي، ما دام أنها رفعت هذا الشعار كشعار للقمة. فأول محور نبحث فيه هو هل فعلا الجزائر كانت مؤهلة للم الشمل العربي. النقطة الثانية، هل القمة في حد ذاتها أفرزت شيئا جديدا عن المعتاد؟ يعني ما هي مخرجات القمة؟ واش هذه القمة هذه جابت شيء جديد ولا ما كاين حتى شيء جديد؟ والمحور الثالث، هل كانت هذه القمة قمة ناجحة أم لا، ما دام أن النظام الجزائري والدولة الجزائرية والإعلام الجزائري يعني ركزوا على هذه النقطة. واش هذه القمة كانت ناجحة أم كانت فاشلة؟ إذا على بركة الله ندخل في الموضوع. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الشعوب العربية بصفة عامة والشعوب المغاربية بصفة خاصة لا تعير أي اهتمام للقمم العربية والاجتماعات الجامعة العربية، سواء كانت على مستوى المندوبين أو على مستوى الوزراء أو على مستوى القمة. لماذا؟ لأن الشعوب العربية عبر تاريخ الجامعة العربية وعبر اجتماعات الجامعة العربية على مستوى القمة لم تفرز هذه القمم أي شيء جديد على الإطلاق وأي قرارات حاسمة. يعني القمم العربية التي أفرزت قرارات حاسمة عد على الأصابع. لماذا؟ لأن الشعوب العربية تدرك إدراكا تاما على أن الحكام العرب في حقيقة الأمر، الحكومات العربية والدول العربية هي دول ليست لها سيادة حقيقية، يعني أنها ناقصة السيادة، ولا يمكنها اتخاذ قرارات فاعلة وحقيقية على المستوى الدولي. مثلا يعني لما تجي القمة وتقول بأن تريد أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية محورية، وأنها ستسعى لتحقيق الدولة الفلسطينية في قدر يعني مداه لا يتجاوز 10 سنوات، هذا قرار استراتيجي. ولكن هل هذه القمة وهذه الحكومات قادرة على تفعيل هذا القرار؟ يعني الجواب واضح على أنه لا يمكن لهذه الدول أن تفعل مثل هذه القرارات، لأنها أصلا لا تملك السيادة الكافية والكاملة حتى تصل إلى تحقيق هذا الغرض. دول لا تملك الغذاء، لا تملك الدواء، لا تملك السلاح، ما عندهاش اقتصاد حقيقي وازن، ما عندهاش ديمقراطية حقيقية، ما عندهاش يعني أنظمة ليست لها شرعية، لا يمكن أن تفرز شيئا قويا ولا يمكن أن تحقق أي قرار من القرارات. إذا الشعوب العربية حاسمة هذا الموضوع، لكن خلينا نشوف يعني هل الجزائر كانت فعلا مؤهلة للم الشمل العربي؟ أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يعني الدول العربية بصفة عامة، الأنظمة، أنا أتكلم عن الأنظمة العربية بصفة عامة هي أنظمة يعني إما عندها ليست عندها سيادة أو عندها سيادة ناقصة، وبالتالي فإنها تحتاج إلى الاصطفاف إلى جانب قوى عظمى. كل نظام عربي إلا وهو مصطف إلى جانب قوى عظمى. الجزائر ليست يعني
بمعزل عن هذا الأمر. فالجزائر أيضا تقف إلى جانب روسيا في مواجهة المحور الأمريكي، تقف إلى جانب يعني تركيا وقطر وإيران في مواجهة المحور السعودي الإماراتي المغربي. الجزائر لها مشاكل ونزاعات وخلافات مع جارتها المغرب. الحدود البرية مغلقة، الجوية مغلقة، البحرية مغلقة، العلاقات الدبلوماسية يعني غير موجودة. نفس الشيء الجزائر لها يعني علاقات مع إثيوبيا مما يزعج الدولة المصرية. الجزائر تدعم جبهة البوليزاريو بالمال وبالسلاح وتحارب المغرب من خلال صنيعتها البوليزاريو. الجزائر تريد عودة بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، ونحن نعلم أن عودة بشار الأسد لجامعة الدول العربية غير ممكنة، لأن نظامه تسبب في قتل الآلاف وفي تشريد الملايين من السوريين. أكثر من مليون سوري تعيش في ألمانيا، السوريين بالملايين في لبنان، في تركيا، في الأردن يعيشون كلاجئين. يعني لا يمكن يعني أن تكون الدولة الجزائرية مؤهلة للم الشمل وهي تدخل في نزاعات، وهي أيضا مصطفى في جانب مقابل جانب آخر. إذن يبقى شعار لم الشمل مجرد شعار أجوف. تعلم القيادة الجزائرية أنه غير متحقق على أرض الواقع، وبالتالي يمكن أن نقول يعني بكل تأكيد أن الدولة الجزائرية المنظمة والراعية للقمة العربية أصلا غير مؤهلة للم الشمل العربي. لأن باش تقدر دير لم للشمل العربي ابدأ أولا وقبل كل شيء بلم الشأن والشمل الداخلي. عندما تكون الأغلبية من الدول العربية والأنظمة العربية في مواجهة مع شعوبها تفتقد للشرعية السياسية، ليست هناك ديمقراطية، ليست هناك حقوق إنسان، ليست هناك معارضة، يعني الداخل يعني لم تقم هذه الدول بلم الشمل الداخلي، فكيف بك ستقوم بلم الشمل العربي، الشمل الخارجي، بلم شمل دول لا تجتمع على أي شيء، تجمعها خلافات ونزاعات وربما يعني حروب يعني فيما بينها. إذا أخذنا العلاقة بين السعودية واليمن حرب، العلاقة بين المغرب والجزائر حرب، ليبيا مع جيرانها أيضا تعيش حروب، نزاع بين إثيوبيا ومصر واصطفاف لكل جانب يعني من بعض الدول على ضد الجانب الآخر. الوضع في سوريا مخربة، العراق مشتتة، تونس تعيش أزمة سياسية، الجزائر تعيش أزمات غذائية. صفة عامة يعني إذا حللنا الوضع العربي فعلى المستوى الداخلي نجد أن هناك نظام رسمي يفتقد للشرعية، انتخابات مزورة، انعدام للديمقراطية، انعدام لحقوق الإنسان، مفيش معارضة تمارس حقوقها، هناك اعتقالات بالجملة، هناك ممارسات ديكتاتورية. يعني الشرعية لا تكتسب أيها الإخوة وأيتها الأخوات من الخارج. يعني نظام فاقد للشرعية يريد أن يكتسب شرعيته من الخارج ويعمل بهرج واجتماع للقمة ويجمع الدول العربية ويعني يخسر الملايين من الدولارات في استقبال هذه الوفود، وفي حقيقة الأمر دون طائل، هي أموال ضائعة، أموال الشعب الجزائري وأموال الشعوب العربية تهدر هكذا. عندما نقول هل القمة في حد ذاتها أفرزت شيئا جديدا عن المعتاد؟ يعني واش هذه القمة هذه جابت شي حاجة جديدة؟ لما كنتابعوا تابعنا القمة
والتحضيرات للقمة وما إلى ذلك، نجد أن هذه القمة لم تأتي بأي جديد بتاتا. حتى البيان الختامي لم يأتي بجديد، بل كانت هناك يعني شعارات ومواقف اعتاد عليها العرب واعتادت عليها الشعوب العربية، وتعلم جيدا بأن هذا البيان يعني سيضاف إلى البيان الذي سيأتي السنة القادمة والذي كان في السنوات السابقة. يعني ليس هناك أي جديد، لم تفرز هذه القمة أي قرار جديد. هل القمة كانت ناجحة أم لا؟ يعني في حقيقة الأمر، حتى لا يعني نكلف الدولة الجزائرية أكثر مما تطيق، ف يعني لا يمكن أن نتكلم عن نجاح أم فشل. يعني هذه قمة انعقدت في العاصمة الجزائر كباقي القمم السابقة، وربما الجزائر تعتبر أن اجتماع القمة في حد ذاته هو نجاح وبس. نقطة أخيرة: الاتجار بالقضية الفلسطينية واستغلال الفصائل الفلسطينية لتلميع صورة النظام العربي المهترئ والفاشل، والذي أوصل شعوبه إلى الحرب والدمار والخراب والانكسار والانقسام والتخلف. وأنا تكلمت على مجموعة من الدول: الوضع في اليمن، الوضع في سوريا، الوضع في العراق، الوضع في فلسطين، الوضع في ليبيا. يعني أوضاع مزرية في حقيقة الأمر. ويعني الوضع في لبنان انقسام تام، يعني عودة إلى الوراء، يعني تدخلات خارجية، تدخلات من تركيا، تدخلات من إيران. اللوجيسيال المستعمل في هذه القمة هذه يعني ماشي جديد، هو نفس اللوجيسيال اللي كانت تجتمع به كل القمم السابقة. يعني هاد الناس هادو اللي جاو اجتمعوا في هذه القمة ils ont reproduit le même système et le même modèle، ما جابوا حتى شي حاجة جديدة، في حين أن العالم حولهم يهيج ويموج وفيه تغيرات كبيرة جدا تقع حول المنطقة العربية، وفيه أطماع، وفيه أزمة اقتصادية خانقة جاية في الطريق، وفيه أزمة غذاء، وما فيش يعني في حرب في بين أوكرانيا وروسيا، فيه اصطفاف عالمي خطير جدا يهدد المنطقة العربية. لم تأتي هذه القمة بأي جديد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نقطة أخيرة أريد أن أركز عليها، وهي أن الخلافات والنزاعات بين المغرب والجزائر. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، على الشعوب المغاربية أن لا تسقط في هذا الفخ. يعني الذباب الإلكتروني من الجانبين يسعى إلى يعني زعزعة الأوضاع، وإلى أنه يزرع السم في العلاقات بين الشعوب العربية، ويشحن الشعوب المغاربية، يعني المغربية والشعب المغربي والشعب الجزائري، وكيدخلوا فيها الخلافات والنزاعات حتى نوصلوا لواحد الوضع يعني قد لا تحمد عقباه. الحرب بين المغرب والجزائر خط أحمر. الشعب المغربي والشعب الجزائري شعب واحد، ولا يمكن بتاتا أن يقبل الشعبين بأن تكون هناك حرب، وأي نظام سيجرؤ على يعني إشعال فتيل الحرب سيكون هو الخاسر الأكبر. ولن تقبل الشعوب المغاربية بهذا الأمر بتاتا أيها الإخوة وأيتها الأخوات. نتوقف أيها الإخوة وأيتها الأخوات عند هذا الحد. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا التفاعل مع القناة، يعني فيدونا بلي كومونتير وداكشي إلا عجبتكم شي حاجة ولا إلا ما عجبتكمش، وحتى نثري النقاش في هذه القناة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.